ازيكم يا جدعان، احنا عندنا ضيف النهارده حلو قوي. هذه الحبايه احنا هنعتبرها زي حسنة احمد السقا، هدين هسود بس باي قلم. 7 اسباب ليه الايفون اكس ار هو افضل موبايل ممكن تشتريه في الفئه دي. وطبعا انا هنا بتكلم على المستعمل، وانا جاي اقول لك النهارده الخلاصه، يعني من غير ما ادخلك في جو ارقام بقى وده كام ميجا بكسل وده ما اعرفش كام بتاع والكلام ده، عشان اقول لك ده الافضل او ده الافضل، عشان في ناس كتير قوي بتوه في الارقام والكلام ده. ليه بقى اصلا تشتري موبايل من شركه ابل في السعر ده؟ وانا مش جاي اقول لك ازاي تشتريه، يعني مش جاي اقول لك وانت بتشتريه تعمل ايه، انا بقول لك ليه ده احسن. لان انك تشتريه ده فيديو تاني لوحده جاي قريب. بس كده لان ابل افضل هاردوير، بمعنى ان هي افضل شركه بتعمل خامات تصنيع، عشان كده بتقعد معاك فتره اطول. ده غير ان هي افضل شركه بتديك تحديثات، التحديثات بتقعد معاك فتره طويله جدا. الكلام ده انا بوضح لك ليه تشتري مستعمل، مش ليه تشتري ايفون في السعر ده. انا لسه هقول لك دلوقتي. وحاجه مهمه جدا، ما تشتريش اي موبايل فئه متوسطه مستعمل، خليك في الفلاج شيب بس. فاحنا عندنا هنا بقى 10 اسباب تخلي الايفون اكس ار هو افضل حاجه على الاطلاق في السعر بتاعه، ويلا بينا نبتدي بقى. السبب الاول هو اكيد في خامات التصنيع، ببساطه في جوده التصنيع، لان مفيش جوده تصنيع في الموبايلات كلها حتى لحد 15000 جنيه هتلاقي جوده تصنيعه زي التليفون ده. تصميم معدن، ازاز، حواف معدنيه، ودي نقطه مفيش خلاف عليها. يعني لو جيت بصيت بقى على الموبايلات الثانيه اللي هي في نفس السعر هتلاقيها كلها بلاستيك. هتلاقي الاحسن حاجه فيها مثلا ازاز، ظهر ازاز، والجيران دي هتلاقيها بلاستيك عادي. ولو لقيت بقى حاجه جوده تصنيعها جامده جدا و100 100 ومفيش زيها اتنين، مش هتلاقيها امكانياتها كويسه. نيجي بقى لنقطه رقم 2 وهي الشاشه. بص انا عارف انا مش جاي اقول لك ان الشاشه دي احسن، لان الشاشه دي فعلا مش احسن شاشه موجوده في السعر ده، لان اغلب الموبايلات اللي هتلاقيها في نفس السعر ده غالبا هتلاقي شاشتها فول اتش دي بلس، وممكن ما تلاقيش اقل من 90 هرتز، ممكن تلاقي 120 كمان. بس الشاشه هنا عندنا اتش دي بلس بس، وكمان من نوع اي بي اس، فاللي هو صباح الفل عمل حاجه. هو بس احنا كلنا عارفين الشاشه الريتنا بتاعت ابل الجامده جدا، مفيش زيها اتنين، بس في النهايه اي بي اس هي تعتبر احسن شاشه اي بي اس، لكن مش اموليد برضه. وبالنسبه لان الشاشه هنا 60 هرتز بس، السوفت وير هنا سلس جدا حرفيا، يعني ما بيحسسكش ان الشاشه 60 هرتز ولا حاجه. الحاجه اللي هتبقى فيها اي موبايل تاني اندرويد غير الايفون متميز فيها، بس مش كل الموبايلات طبعا، بعض الموبايلات يعني انواع معينه، وهي سطوع الشاشه. لان الشاشه هنا بتوصل ل 625 نتس بس. صحيح في حاجات قليله جدا 400 وحاجات كده غبيه، بس في حاجات بتوصل ل 800 نت. بس الحاجه اللي اكيد هتحس بيها في الشاشه دي مش احسن حاجه، وهو حجم الشاشه نفسه. هنا الشاشه يعتبر كويسه الى حد ما، هي مش صغيره قوي، بس شاشات الفئه المتوسطه دلوقتي اكبر منها، وفي حاجات تانية فول اتش دي بلس واوليد، فلا هتحسها احسن شويه. فهي الى حد ما هتاخد شاشه كويسه بس مش احسن حاجه، يعني في بدائل هتبقى احسن، الا بقى لو هتجيب ايفون اكس مش اكس ار. نيجي بقى الرابع حاجه وهي نقطه الاداء. انت لو بصيت لهم كل الموبايلات اللي في نفس الفئه دي هتلاقيها بمعالجات حرفيا يعني ايه، في حاجات عاليه، في حاجات من بوكو مثلا كويسه جدا، وتقريبا اعلى حاجه هتلاقيها في الفئه دي سناب دراجون 870 يعني في المعالجات اللي في نفس السعر. ولو جينا بقى قارناه بال 812 بايونيك اللي موجود في الموبايل ده، الاداء هيبقى الى حد ما متقارب، بس هيبقى لا زال نقطه تفوق هنا في الايفون، مش بكتير قوي بس في حاجات بسيطه. يعني مش معنى كلامي ده ان الايفون ما بيهنكش او ان هو جامد ومفيش منه اتنين، لا هو بيبقى فيه تفوق في بعض الحاجات. بس لو جينا بقى لنقطه الالعاب، فالايفون هيسد معاك جدا، ومع ذلك في اغلبيه تليفونات الفئه المتوسطه اللي في نفس السعر هيسدوا معاك برضه، مع ان في سرعه الالعاب ممكن تلاقي الايفون متفوق سنه بسيطه. بس انا لما جيت جربت اسفلت 8 على الموبايل ده كانت ساعات بتقطع معايا. وبالامانه برضه في حته الالعاب انت ممكن تحس وانت بتلعب على الموبايل ده انك محبوس في الشاشه شويه لانها مش كبيره قوي. بس لو جينا بقى لاهم نقطه وهي الكاميرات، انت هتلاقي الموبايلات فيها متوسطه كلها اقل موبايل بثلاث كاميرات وفي باربعه وعليه لا قصه. بس اللي اكيد هيبقى معدي كل القواعد هي كاميرا الايفون. هي هنا حرفيا ما تتقارنش بالموبايلات الجديده اللي في نفس السعر، تحس ان الموبايلات الثانيه اساسا لسه ما جاتش في التصوير في السعر ده. وحتى بعد مقارنات جميع الموبايلات اللي في نفس سعر الموبايل ده مفيش كاميرا وصلت لنص اداء الكاميرا دي. فكاميرا الموبايل هنا متفوقه بجداره، وفي الفيديو معديه جدا. بس بقى لو جينا للكاميرا الاماميه هنلاقي هنا برضو معديه جدا، لان حرفيا مفيش موبايل في نفس الفئه واعلى كمان هيديك نص اداء الكاميرا الاماميه اللي هنا برضو. فنقطه الكاميرات من غير ما تفكر ومن غير نقاش من غير اي حاجه، لا الموبايل ده معدي قوي. بس ما تفرحش قوي النقطه الكارثيه في الموبايل ده وهي البطاريات. انت هنا عندك ازمتين في البطاريه او ثلاث ازمات حرفيا. الازمه الاولى ان البطاريه اصلا صغيره، يعني لو الموبايل جديد هي اصلا ما بتكفيش معاك اليوم، فما بالك بقى الموبايل اصلا مستعمل وهتلاقي بطاريته مثلا 90% 85. الازمه الثانيه ان هو ما بيدعمش الشحن السريع اصلا، يعني هو اخره 15 واط. هو صحيح بالنسبه لحجم البطاريه فهو مناسب شويه، بس اللي هو برده ما زال مش اسرع حاجه. فالبطاريه هنا انت ممكن تشحنها حرفيا مرتين في اليوم، او ممكن توصل كمان 3 مرات لو استخدامك تقيل عليك. لكن لو جيت قارنت الموبايل ده باي موبايل تاني في نفس فئته او اعلى منه او اقل منه بكتير، حتى هتلاقي بطاريات بتقعد معاك يومين كمان، وبشواحن خزعبليه حرفيا، في حاجه بتوصل ل 65 واط. مع العلم انك مش هتلاقي موبايل فيه وايرلس تشارجنج زي ده، بس حرفيا انت مش هتستفيد بحاجه لان الوايرلس هنا بطيء. طبعا كده المميز بيه قبل الفيس اي دي اللي موجود هنا جامد جدا. والميزه برده اللي مش هتلاقيها خالص في اي موبايل بالسعر ده ان الموبايل ده بيجي ضد المايه، على العكس ان انت لو لقيت اي موبايل تاني في نفس السعر هتلاقيه بمعماريه اقل بكتير من اللي بيجي بها الموبايل ده. ونيجي هنا بقى للكارثه رقم 2 الصوت. مع ان الصوت هنا بيجي ستيريو، عندك سماعتين فوق وتحت، ولكن صوتهم واطي جدا.
واطي جدا مقارنه بجميع موبايلات الفئه المتوسطه والسوق القليله وكل موبايلات الاندرويد. فتجربه الصوت عموما انت ممكن تاخد اغلب موبايلات الفئه المتوسطه تجربه احسن حتى لو سماعه مونو واحده، ده مقارنه، لكن في العموم هو شغال. ولو جينا بقى لسعر الموبايل ده فانت هتلاقيه في حدود 7000 جنيه، ده الرينج تقريبي، بس انت ممكن تلاقي سعره بيبتدي من 6.5 لحد 9000 جنيه على حسب حالته طبعا. ولازم يكون معاك كرتونه، يعني ما تشتريش موبايل من غير الكرتونه خالص عشان ممكن يبقى فيه مشكله مسروق او في اي مشاكل كتير يعني. وخصوصا الايفون حواراتها كتير، فما تستنصحش يعني ايه، اكسر دماغي. فما تستنصحش وتقول انا رحت بحثت على السيريال بتاعه على موقع ابل ولقيته مظبوط وكل الكلام ده، لان في نسخ بتبقى ملعوب فيها كتير، وفي نسخه اللي بتبقى جايه من بره بتبقى اغلبها كلها اساسا فيها مشاكل. فحوارات الايفون حوار، فمفيش حد يضحك عليك يقول لك هجيب لك الموبايل ده مثلا ب 4000 جنيه او 3000 جنيه والكلام ده، لانه كده هيبقى فيه مشكله. وبس كده، دي كانت اسباب تخلي الايفون هو احسن خيار في السعر ده. بس ما تفرحش قوي كده، لان ابل في السوفت وير بتاعها مش احسن حاجه للامانه، لان في حاجات كتير قوي هم حرفيا متاخرين فيها، تحس ان السوفت وير فيها غبي قوي، او يعني ايه، المفروض ان يبقى اذكى من كده. وانا كنت عملت لكم فيديو عن الحاجات الغبيه اللي موجوده في السوفت وير بتاع ابل، هسيبها لكم في اللي فوق هنا. بس في الفيديو ده المايك كان فاصل والصوت فيها هتلاقيه مش احسن حاجه، فيعني ايه وانت بتتفرج كده بقى ايه، حاول ايه يعني استمتع براحتك كده، ما تشتمش، تعمل نفسك مش واخد بالك ان الصوت مش احسن حاجه في الفيديو. هسيبه في اللي فوق. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه. لو حد عنده اي استفسار يسيبه لي في الكومنتات تحت. وبس كده، انا احمد زيرو، اشوفكم في فيديو جديد.